السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. نرحب بكم في قناتي المتواضعه. ولا كنتوا اول مره تدخلوا القناه تاعي، من فضلكم اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا زر الجرس باه يوصلكم كل جديد. ومن فضلكم من فضلكم يعني قبل ما تخرجوا من الفيديو هذا ديروا يعني جيم للفيديو، واذا ما عجبكمش الفيديو يا سيدي ديروا ديسلايك، معليش. المهم ما تخلوش الفيديو هكا مساعده عليكم. احنا رانا نتعبوا كامل، وراني نتعبوا نقدموا لكم وصفات، وانتم ما تبخلوش علينا بجام من فضلكم. وربي يحفظكم وربي يعطيكم صحيحتكم ان شاء الله. اليوم جبت لكم خبز المحلات، واللي حبت تدير هذا الخبز ننصحها، لخاطر بزاف بنين. تبعوا معايا الفيديو للاخر، فرجه ممتعه. نبداو على بركة الله. بسم الله. ان شاء الله تتبعوا معايا الفيديو للاخر باش تحصلوا على كل نصيحه راح نقدمها. اذا لهذا الخبز واش نحتاج؟ عندي كيلو ونص فارينه، عندي ملعقه خميره الخبز وملعقه سكر، عندي نصف كاس زبده ذايبه ماشي زيت ولا سمن، وبيضه، وكاس حليب دافي. كما راكم تشوفوا اني دايره لهنايا كيلو ونص، يعني بالكيسان عندي تقريبا 3.5 كيسان فارينه. ولهنا يبقى لكم الاختيار، يعني اللي حبت تدير كميه كبيره تكثر، واللي حبت غير شويه 2 ولا 3 تنقص. درت ملعقه تاع ملح، نحط الخميره والسكر على جهه، على خاطر علاش نديروا الملح في جهه والخميره والسكر وحدهم؟ على خاطر الملح يعني يقلل من الخميره، يقللها من تفاعل تاع الخميره. نديروا حبه بيض، واذا درتو كميه اكبر تاع الفارينه ديروا 2 حبات بيض. عندي لهنايا زبده ذايبه نصف كاس، وعندي نخلط هاد المكونات البيض مع الزبده. لازم زبده ذايبه بارده، لا ديروها سخونه من بعد كطيبوا الحبه تاع البيض. وندير شويه تاع حليب، الحليب يكون دافي ماشي سخون حتى وين يخسر لكم الخميره. نشوف الحليب اسكو نديرو كامل ولا لا بهاد الكميه تاع الفارينه. نخلط نلمها حتى نحصوا على عجينه تتلاصق شويه، ماهيش تتلاصق بزاف وماشي يعني ناشفه بزاف وماشي جاريه. حق ما تتلم تكون تتلاصق شويه وخلاص. كيما لهنايا انا مانيش راح نزيد الحليب هذاك، يعني ما داتليش كاس معمر. شوفوا كيفاش جات طريه ماشي تتلاصق بزاف. ننزل العجينه فوق سطح العمل، ولا اللي عندها جفنه ولا كما تحبوا. المهم ندير شويه فارينه ما نكثرش، ونبدا ندلك العجينه تاعي بهذه الطريقه اللي راني ندير فيها باه ندخل لها الهواء لداخل. شوفوا ندوها نحكموا طرف العجين بيد وحده والاخر يخدم. شوفوا كيف ولات ماسه. راني دلكتها حوالي 5 دقائق وانا ندلك فيها حتى تحصلت على عجينه ماسه ما تتلاصقش في اليد كامل. شوفوا لهنايا ندير حربوش كبير. انا ما كثرتش يعني الخبزات، يعني درتهم رقاق بزاف. عدلوا الحربوش كما حبيتوا ديروا خبزات كبار ديروهم، حبيتوا ديروا صغار هذيك تبقى ليكم. الكويزينير ما يهزش خبزات كبار بزاف. نقطع يعني قطع صغيره متوسطه الحجم. انا راح ندير شويه صغار وشويه كبار كما راكم تشوفوا. لهنايا نشكل كريات كيما راني نواسي، يعني البنات المبتدئات تبعوني. شوفوا نكورها في يدي مليح. شوفوا كيفاش العجينه راهي ملساء ما تلصق لا والو بدون فارينه. بات تحصلوا على هذا الخبز لازم العجينه تكون هكايا. وان شاء الله نخلي لكم المقادير مضبوطه في صندوق الوصف، ولا اللي ما فهمتش تخلي لي تعليق. نتمنى تجربوه لانه بصراحه انا كي درتو عجبني بالبزاف الروعه. واش نقول لكم درتو نهارين على جيه، وان شاء الله كي لحقكم هذا الفيديو راح نزيدو لهذا النهار. كما قلت لكم درت كويرات صغار، ودرت واحد 3 ولا 4 شويه كبار باه نتحصل على خبزه كبيره وخبزه صغيره. نفتح العجينه تاعي الكور تاعي على الطول على شكل بيضاوي كما راكم تشوفوا. لازم رقيقه بزاف، حلوها.
هكذا، ما لازمش تخليوها خشينه، حلو الماكسيموم، ماشي ترققوها حتى وين يبان البوطاجي، لا لا، يعني حوالي 3 مليمتر باه ما تجيكمش معجنه للداخل وتجي ثقيله. واحد يبدل ما بين الخبز المطلوع كرهنا والله ما لقينا واش نديرو. شوفوا نلف شويه هذيك العجينه، ما تضغطوش عليها حتى وين تلصق كامل، لفوها فقط ونبدا نلف. نضغط الاطراف مليح، شوفوا كيفاش هذوك الاطراف نضغط عليهم مليح، على خاطركم عارفين لو كان نخليهم هكذاك كي نديرهم يتخمروا راح هما ينفتحوا هكذاك ويتفتحوا هكذايا والعجينه تتفتح. هاد العجينه بلا ما نخليوها نخمروا تخمر عفوا نخمروا خمرنا مرقات كيما راكم تشوفوا عجنتها من هنايا دلكتها من هنايا وراني نشكل فيها من هنايا. انا راني مدوخه صراحه، راني مانيش عارفه واش بيا حتى الصوت تاعي وتبدل. عباكم من داك انا نهار نكون نشيطه جدا جدا هما نولي فشلانه جدا جدا كيما راني نسجل ما قدرتش خلاص صراحه، راني في حاله خلاص تعب. انا كي الحق اواخر شهر رمضان صاي نعيا، يا رانا بشر، رانا جسم يعني من لحم ودم، نعيا وكامل نسى هكذا على بالي. حليلنا والله غير حليلنا، خاصة كي تكون يد وحدة. اذا نعودوا الخبز تاعنا كيما راكم تشوفوا اغلقته مليح ثم نلفو. انا درتو رقيق بزاف يا البنات ولا يا خاوتي الرجال، انا درتو رقيق بصح نتوما اذا حبيتو تخشنوه وتجيكم خشين هذيك تبقى لكم اختياريا. انا عجبني هكايا رقيق، خرج بزاف كيما الخبز تاع البولونجي، والله تقريبا نفس البنه. واللي حبت تخشنو ما كاش مشكل. شوفوا درتو في صينيه. الان واش ندير نخليه يخمر تماما واحد النصف ساعه ولا اكثر، ما تغطيوهش نصيحه ما تغطيوهش. لهنا علاه ما تغطيوهش باه يربي لنا هذيك القشره اليابسه، وكي نروح نقطعو بالموس جيلات راح تجيني سهله. شوفوا كيفاش تجيني تقطع ساهل. شوف هنا راح نقطعو شويه مليح، يعني نهبط شويه لتحت، ماشي تهبطوا للنصف ولا تهبطوا للصينيه، لا لا، المهم ديروا فتحه مليحه. لهنا راهو يعني السطح تاعو راهو ناشف تماما. نصيحه اذا حبيتوا تحصلوا على هذا يعني الفتوحات شابين ما تغطيوهش كامل، خليوه في جهه، خليوه يخمر. لهنا انا كنت خدمته من قبل على خاطر فضلت لي بيضه فيها الخل، يعني حبه بيض درت لها الخل وخلطها مليح. شوفوا ندهن شويه الخليط تاعي، يعني الخبزات تاعي قلت لكم بلي اليوم مانيش مليحه ندهن كامل كيما راكم تشوفوا. كيما قلت لكم ما تغطيوش الخبز تاعكم لهنايا السر باش يجي مقرمش ومن برا مقرمش ومن الداخل الطري ويخرج لكم كيما تاع المحلات. ما تغطيوهش حتى وين تشوفوا ربا هذيك القشره، خليوه يتخمر يعني اكثر مده، يعني نص ساعه حتى ساعه هكذاك. كل ما يتخمر مليح راح تجيكم الخبز هذا روعه روعه. وتكون الكوشه سخونه، يعني اللي عندها تقدر تشعل من الفوق ومن التحت احسن، باه ما يطولش، يعني يا ربي 10 دقائق تنحيوه. ولا اللي تشعل غير من التحت هبطيه لتحت يطيب يبدا يحمر، طلعيه لفوق يحمر لك تمتع. هذه هي الصينيه الثانيه، يعني قلت لكم درت حبات صغار وحبات كبار. نفتحوا بالموس لهنايا، هذا اللي فتحتها من الوسط، وهنايا كيما راكم تشوفوا. ان شاء الله يا ربي يكونوا الصور واضحين. انا لو كان ما عجبنيش الخبز هذا والله ما نحطه لكم بزاف. انا جربته عندي 3 مرات راني نجرب فيه بالحق. مانيش عارفه منين جبت هذه الوصفه اصلا، لقيتها وين لقيتها الله اعلم، لانه اكيد هذا ماهوش الخبز تاع الناس بكري المهم دخلته يطيب الخبز تاعي. شوفوا من المنظر تاعو يبان كيما تاع برا، رغم اني درتهم صغار بزاف ورقاق، جاني خبزي شهي ويهبل والله صراحه. يعني في المنظر تاعو شوفوا كيفاش تقطعوا هذوك يعني اللي حليتهم بالموس. لهنا مازالوا سخون، كي تنحيوه راح يكون يابس،
يعني كي تمسوا يعني السطح تاعو تلقاوه يابس بزاف، وبصح هو غير يبرد خلاص. اذا ان شاء الله يا رب يكون عجبكم. وما تنساونيش تعملوا على الفيديو، خليوا لي التعليقات تاعكم وتهلاو في رواحتكم، والى الملتقى ان شاء الله.